عادة إبراهيم عيسى طالع برضو بيشكك في القرآن وبيشكك في السنة، زي إسلام البحيري وزي أحمد عبده ماهر وزي غيره والشيخ مصطفى معرفش راشد وغيره وغيره. والناس دي اللي هي يا إما ملحدين يا إما أصلا مندسين داخل المسلمين، طالعين برضه طالع برضه بيكذب وبيقول إن يعني حتى يعني ده مش حديث عشان نقول البخاري مش صحيح وكتاب مسلم مش صحيح. لا، ده بيشكك في القرآن لأن آيات الصيام مذكورة في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى. يعني طلع بيشكك ويقول ان الصيام ده هو ملوش اي فايده للجسم، بالعكس دي اذيه للجسم وما فهملهاش اي فايده نهائي. ده كلام ابراهيم عيسى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وعلى اله واصحابه الطيبين الكرام. اما بعد، عن المقداد بن معدي يكرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الشريف طبعا واضح، كلماته واضحة ومعانيه واضحة، رغم ان العلمانيين بيحاولوا يشككوا في القرآن الكريم وإثباتات القرآن الكريم اللي العلم الحديث أثبت بالأدلة صحة كل حديث نبوي وصحة طبعا الأحاديث الصحيحة، لأن في أحاديث طبعا في أحاديث غير صحيحة ودي طبعا مستبعدة وواضحة. يعني في ناس بيختلط عليها ان في الاحاديث بيحاولوا يكذبوا ويقولوا الاحاديث دي لا، ما احنا عارفين، احنا كمسلمين عارفين ان في احاديث ضعيفه مش متواتره. طبعا الحديث الصحيح اللي هو متواتر عن طريق اشخاص مظبوط سلامة صحتهم، مظبوط سمعتهم، مظبوط صدقهم في الكلام من شخص لشخص لشخص لشخص، زي القرآن كده ما متوارث من شخص لشخص لشخص. وده إعجاز، ده الإعجاز القرآن. ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم من فوق 7 سماوات. والاحاديث نفس الحكايه، الاحاديث الصحيحه متواتره وكلنا عارفين ان هي صحيحه، فاحنا بنتكلم عن احاديث صحيحه. فبيحاول بعض العلمانيين يشككوا في صحه هذه الاحاديث، ورغم ذلك رغم انهم علمانيين وما بيعترفوش غير بالعلوم، ما بيعترفوش غير بالماده، ما بيعترفوش باي حاجه دينيه خالص، دي ناس معظمها ملحده للاسف. فبيحاولوا يشككوا في صحه الاحاديث النبويه والقران الكريم والصيام واهميه الصيام، يقولوا لا هو ملهوش اي لازمه وان هو تجويع على الفاضي، وربنا المفروض ربنا المفروض يبقى رحيم بالعباد ما يعذبش الناس. لكن اثبت العلم الحديث، واحد العلماء اليابانيين خد جائزة نوبل مؤخرا في هذا الامر، ان اثبت ان الانسان عشان عايز يخس، الانسان يخس. انا شخصيا اتبعت حميات كتيره وما نفعتش معايا في موضوع الخسسان ده، لان انتوا عارفين انا عندي مشكله ان انا قاعده في البيت وما بشتغلش، فجسمي بيزيد، وعندي عندي الغده ما بتفرس ما بتحركش خالص، زيرو حرج خالص. فلو شربت شويه ميه بيبانوا عليا، وعملت المستحيل ومشيت على انظمه غذائيه كتيره خالص ما نفعتش معايا. فاخر حاجه توصلت ليها يعني في بعض الاقوال وفي بعض الاطباء ورا انظمه غذائيه كتيره، اللي يقول لي كلي اكتر من مره في اليوم 5 6 مرات، بس وجبات قليله خالص بحيث المعده طول ما هي شغاله بتحرق. طبعا الحاجه دي ما نفعتش معايا، جربت ده كله. واللي قال ما اعرفش حاولي تتخلصي من الدهون، واللي قال تخلصي من السكريات، واللي قال تخلصي من النشويات، وهكذا انظمه كتيره ماشيه على طول حياتي ما نفعتش معايا، ما جابتش نتيجه. في نظام غذائي اتفاجئت بيه ان في دكتور بيتكلم فيه، واتفاجئت ان في علماء بيتكلموا فيه من ناحيه الدين كمان. يعني مش مجرد دكتور تغذيه او طبيب بيتكلم في الموضوع ده، ان اسباب التخن الانسان الطبيعي اللي بيتخن واكله بسيط باسباب ان في جسمه التهابات. والمفاجاه ان الالتهابات دهياتي عشان تخف مش هتخف غير عن طريق الصيام، مش هتخف عن طريق الصيام. البحث اللي بتكلم عليه بقى البحث العلمي ده، هو العالم الياباني اللي اخذ فيه جايزه نوبل، اني اكتشفوا ان اي اكل الانسان بياكله، طبعا ضحكوا علينا وقالوا طبعا الجسم لازم ياكل ويتغذى ومش عارفه، هو ماشي، هو الجسم محتاج له قيمات حاجه يا دوبك كده تمشيه مش اكتر. لكن اي حاجه زياده للاسف بيخزنها الجسم على هيئه خلايا تالفه وخلايا ضاره، مع الوقت ممكن تتحول الى خلايا سرطانيه والعياذ بالله، ويعزنا الله واياكم من السرطان. والحل الوحيد، الجسم ما بيتخلصش من الخلايا الضاره دي والخلايا التالفه دهياتي الا عن طريق الصيام، اللي هو الصيام الاسلامي اللي ولا يقل عن 16 ساعه، زي ما احنا بنصوم كلنا حوالي 16 من 14 16 ساعه في اليوم. ان الجسم سبحان الله بيخلي الخلايا السليمه، بيعمل زي نظام التهام ذاتي، يعني الجسم بياكل بعضيه، الخلايا السليمه بتاكل وتتخلص من الخلايا الفاسده اللي في الجسم دهياتي او الضاره دهيات، سبحان الله، عن طريق الصيام الاسلامي. وده نقول صدقت يا حبيبي يا رسول الله. والعلم الحديث سبحان الله يعني جعل العلمانيين نفسهم بيثبتوا صحة القرآن،
وصحة الأحاديث النبوية. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، وما ينطق عن الهوى، فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يعني ناكل في المعقول، تلت نفسنا وتلت الأكلنا وتلت شربنا، ده اللي الجسم البشري محتاجه، مش أكتر من كده. فنحاول نقتصد في رمضان، مش شهر المسليات والمأكول. سبحان الله، والواحد يعني بيبقى صايم طول اليوم ما بياكلش يعني غير حاجات بسيطة. سبحان الله يعني نفسي كنت في السعودية، كان هناك بيصلوا 21 ركعة اللي بتاعت التراويح. يعني كنا بعد ما نخلص المغرب يا دوبك نفطر على تمر وميه. طبعا المسجد اللي عند الكعبه هناك كان بيبقى الدنيا زحمه جدا، لدرجه ان لو فكرت اطلع ممكن ما اعرفش ادخل تاني. ف فكنا بنقعد مكاننا، الا بقى لو واحد يعني خارج يقضي حاجته او حاجه، مش اكتر من كده. نفضل لغايه نصلي التراويح، كانت بتخلص حوالي الساعه 10 وربع، 10 وتلت كده. نبدا نفكر في الفطار وحاجه خفيفه، سندوتش، اي سندوتش كده على السريع كده خفيف خالص بسيط. سبحان الله، والجسم كان بيبقى مكتفي بالتمر والميه اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش عليها في ايام، طبعا في ايام الازمات، لكن في الايام العاديه كانوا بيطبخوا عادي يعني. بس برضه في كلا الحالات لازم ناكل ما هو الحاجه البسيطه خالص اللي تقيم جسمنا، واللي تخلينا بس مش اكتر، زي بنزين كده العربيه، مش اكتر، مش اكتر يا جماعه. وشكرا لحسن استماعكم.